ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ النهارده معانا مشكلة. بنوتة بتقولي خطيبي دايما لما يحصل خلاف بيني وما بينه واتكلم عن حاجات مضايقاني يقلب عليا ويقولي خلاص بلاش نكمل، انا مش مرتاح. واضح اننا مش لايقين على بعض. بتقولي ببقى قاعدة مش عارفة هو بيحبني ولا مستني اول خناقة عشان يمشي. اول حاجة لو مرة واحدة واتقالت وقت انفعال نعدي، لكن لو بقت أسلوبه في كل خناقة لأ، ده خطر كبير على العلاقة، لأن التهديد الدائم بالانفصال بيكسر إحساسك بالأمان، يخليكي دايما عايزة تتكلمي وتعبري. هقولك إزاي تتعاملي معاه. اتكلمي بهدوء بس بثبات، قوليله بمنتهى البساطة أنا بحبك وبحاول أحافظ على العلاقة، بس أسلوب التهديد ده بيخليني أحس إنك مش حريص تكمل، وده بيهدد استقراري النفسي. مش غلط إنك تزعلي أو تعبري، بس الغلط إنك كل مرة تبرري لخوفك منه وتعتذري على إحساسك. واسألي نفسك هو بيهدد ولا بينفذ. لو كل مرة يقول هيمشي وبيفضل موجود فده تلاعب بمشاعرك مش جدية، لكن لو فعلا نفذ يبقى محتاجة تراجعي هل العلاقة دي تستحق الاستمرار ولا لأ. خليه يعرف إن العلاقة دي ما بين اتنين مش واحد. قوليله العلاقة مش حرب لازم يكون فيها غالب ومغلوب. لو في حاجة مضايقاك تعالى نحكي مش تهدد. ما ترديش التهديد بتهديد، يعني بلاش تقوليله ماشي همشي وانتي مش حاسة بكده. اختبري تصرفه، لو بعدت شوية لو فضل ثابت ومهتم يفهم يبقى كان بس محتاج يتعلم. لو اختفى فده كانت نعمة مش أزمة. لازم تعرفي هل هو بيعرف يحل الخلاف ولا كل خلاف بيهد العلاقة، لأن ده معناه إنه مش ناضج عاطفيا. اعرفي نوع الحب اللي جواه، هل هو حب حقيقي ناضج ولا حب مشروط بيمشي وقت ما اتعب منك. لو مش بيتغير احمي قلبك. لو بعد كل مرة بتفهمي وبتتكلمي ولسه كل خلاف بينتهي بالتهديد يبقى وقفة قوية منك. مش كل مرة تكملي وتسكتي وتبرري. اطلبي جلسة صريحة ما بينك وما بينه لو العلاقة دي مهمة. قوليله عايزاك تقولي بصراحة، هل لما بنختلف بتحس ان العلاقة مش مستاهلة؟ عايزة افهم مشاعرك الحقيقية. الحوار المباشر